تعالوا نعمل مع بعض النهارده ترايفل المانجا بطريقتي وعلى طريقتي، وعايزه اقول لك بمكونات سهله جدا وبطريقه اقتصاديه شويه، ولا جبنه بقى ولا كريم كراميل ولا الكلام ده كله، وبجد هتطلعي نتيجه روعه جدا. بس يا ريت بالله عليكي لو عجبك الفيديو لايك وشير ودعميني كده وشجعيني ان انا اكمل المزيد معاكم من الوصفات. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا هنعمل مع بعض الكيك. انا هنا استخدمت معايا هنا 6 بيضات، وانا مستخدمه كيك جاهز، كيك السبونج الجاهز. حطيت عليهم معلقه كبيره من الخل وباكيتين من الفانيليا ونص كيلو من الدقيق السبونج بتجيبيه من عند العطار جاهز. عايزه تعملي اي طريقه كيك تانية مفيش اي مشكله خالص، ينفع باي طريقه كيك. هنا بقى هشغل المضرب الكهربائي، ولازم مضرب كهربي يا بنات. وبعد كده اول ما يبدا يهيش معاكي بالمنظر ده ويعمل فوليوم معانا كده ولونه يفتح، يبقى كده تمام جدا. ودي طريقه كيك اسفنجي بيبقى روعه جدا. جبت طاجن بايركس معايا مقاس 26، ومن غير ما ادهن اي حاجه ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه، ممكن بس تحطي ورق زبده وخلاص كده. مشغله الفرن على درجه حراره 180. هيقعد معاكي، انا قاعد معاكي ساعه الا ربع. من بعد 30 دقيقه اختبريها وخلاص كده. بعد كده هنعمل معانا بقى الكريمه بتاعتنا. معايا لتر من الحليب، ونزلت معايا ب5 معالق كبار من السكر. وبعد كده هعمل دلوقتي هنزل معايا ب2 معلقة كبار من الحليب البودر، وده اختياري بس بيخلي الكريمه بتاعتنا غنيه جدا معانا. وكمان هنزل ب5 معالق كبار من بودره الكاسترد. وتشوفي بقى طعامه الكريمه اللي هنعملها فظيعه، هتنقلها لك في حته تانية خالص. هنقلبهم كده على البارد، وبعد كده هنروح نرفعهم على النار مع التقليب المستمر. اول ما يوصل لمرحله الغليان هنجيبه على طول ونصبه كده في اي بوله معانا لغايه ما يبرد تماما. بس غطيه، بس هتغطيه بكيس بلاستيك عشان بس ما يعملش معانا قشره من فوق. واول ما يبرد تماما هنستخدمه. هنا الكيكه بعد ما طلعتها معايا من الفرن تحفه يا بنات، طلعت معايا بعد ساعه الا ربع. فظيعه فظيعه فظيعه. سيبيها بقى تبرد خالص تماما. تعالوا نحضر مع بعض الكريم شانتيه. معايا هنا كوبايه من الكريم شانتيه. وبعد كده هحط معاها آه تكونوا عصرين بقى مانجا، مجهزين المانجا بتاعتنا مقطعينها ومجهزين عصير المانجا. عصير مانجا متلج حوالي نص كوبايه، وحطيت ربع كوبايه من الحليب الساقع المتلج، ونضربهم مع بعض لحد ما الكريمه معانا تتماسك. انا الكريم شانتيه استخدمته خام وما حطيتش سكر خالص يا بنات، لان عصير المانجا حاطه فيه 2 معلقة كبار من السكر. بعد كده بعد ما الكاسترد هدي معايا تماما، ولازم يكون بارد تماما عشان ابدا احط عليه الكريم شانتيه بتاعي. خطوه بقى ان الكريم شانتيه بعصير المانجا فظيع، مديكي ميكس رهيب جدا. هنبدا نضربهم بالمضرب الكهربي لحد ما يبقوا كريمه متجانسه كده. وكده بقى خرجنا من قوام المهلبيه خالص. بص انا عايزه اقول لكم ان عندي في البيت ما لحقوش ولازم يدوقوا. الكيكه طعمها روعه لوحدها، روعه بجد. انا بحب اشيل القشره اللي فوق، بحس ان هي مكونه زفره البيض كلها، فانا فضلت ان انا اشيلها. وبعد كده قطعي الكيك بقى عادي جدا، فرفتيه مفيش مشكله. بوريك ان الكيك قطني من جوه وهش جدا. بس كده هنحطه بقى ونفرفته كده ونقطعه حتت، مفيش مشكله خالص في الموضوع دوت. حطيه باي شكل عشوائي، بس ما يفضلش البسكوت. انا شايفه ان اكتر طعم حلو للترايفل اللي هو بالكيكه، اي نوع كيكه براحتك خالص، فانيليا. وبعد كده بنسقي الكيك بتاعنا بالعصير المانجا. وبعد كده هتبداي تحطي الكريمه اللي انت عاملاها التحفه جدا، سهله وبسيطه ما فيهاش اي مكونات كتير، والطعم خطير. هنحط قطعه من المانجا كده في النص، مقطعه مانجا معايا مكعبات، لازم تجيبيها مانجا متماسكه شويه عشان تعرفي تقطعيها مكعبات. وبعد كده هنبدا نحط مع بعض طبقه كيك تانية. بقطع الكيك بشكل عشوائي جدا. نسقي كده حبه عصير مانجا صغيرين. وبعد كده هنحط الكريمه بتاعتنا اخر حاجه خالص. وزودي كده الكريمه وكوني كريمه كده في الكريمه عشان بتبقى خطيره. السكر كله مناسب جدا، مفيش حاجه مسكره، كلها متجانسه مع بعض تماما. تحفه يا بنات. واحلى حاجه ليها بقى ان انت تسيبيها في التلاجة ليله كامله، كليها تاني يوم مش اول يوم. انا صورت معاكم التصوير في نفس اليوم لاني بصراحه كنت مستعجله جدا على الفيديو ان انا انزله. بصوا بقى هنحط قطع المانجا كده من فوق. وبصي مش عايزه اقولك على الجمال، خطيره. لازم تدخل التلاجة عشان الكريمه تتماسك معانا. وتزينيها باي حاجه عندك بقى، فستق بمكسرات مفيش اي مشكله. كان عندي جيلي تلميع عشان بس الفواكه بتاعتي ما تتبلش، او جيلي العادي، وتروحي ايه مع ماشيه كده بالفرشه على الفاكهه. وبس كده هتاخدي احلى طعم. بس طبعا زي ما قلت لكم، بصوا ان الكريمه سايحه معايا علشان صورت في نفس اليوم. اول ما تماسكت معايا لتاني يوم بقت خطيره، والكيكه اتشربت من العصير. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير، ما تنسونيش بالله عليكم. وكنتم معي ابتسام الجبال.